إن أنت ما تحكمش على شخص بسلوكه، يعني سلوكياتنا ما بتعبرش عن حقيقتنا. أمال إزاي بقى؟ يعني مثلا ممكن شخص عدواني أو هجومي، لكن في الأصل هو خايف جدا، عنده خوف من شيء معين، عايز يدافع عن نفسه فبيهاجم اللي حواليه. أو شخص مطيع مستسلم، انت تكون فاكره انه هو ضعيف الشخصية، لكن من جوه فعلا هو قوي جدا وواثق من نفسه. أو شخص حازم وواثق من نفسه، لكن من جوه هو حاسس بعدم تقدير للذات تماما. فالسلوك هو آخر حاجة تقدر تحكم بيها على الناس، مش زي ما هو متعارف عندنا. طب أحكم بإيه على الناس؟ ما أحكمش خالص على الناس إذا كان أنا مش عارف أحكم على نفسي أنا شخصيا وعلى نواياي. يعني أنا نفسي ساعات لما أقول أنا عندي سلوك معين بياخد مني وقت عشان أكتشف إيه الاعتقاد اللي من وراء السلوك ده، وإيه الحاجة اللي لم تلبى اللي مخلياني أتصرف بالطريقة دي. فلا تحكم على الآخرين تماما.